أيمن الحرزي يختار التحدي. لماذا قال نعم للنادي الإفريقي؟ خلال الساعات الأخيرة من يومي 26 و 27 يناير خطف النادي الإفريقي الأضواء من جديد، ليس فقط بنتائج الميدان أو تحركات الميركاتو، بل بصفقة أثارت اهتمام الشارع الرياضي التونسي. أيمن الحرزي لاعب كان محل متابعة من عدة أندية، لكنه في النهاية اختار طريقا واحدا، طريق الأحمر والأبيض. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا اختار أيمن الحرزي النادي الإفريقي بالذات؟ مشروع رياضي لا يقاوم. أول الأسباب يتمثل في المشروع الرياضي الذي قدمته إدارة النادي الإفريقي. اللاعب لمس وجود رؤية واضحة هدفها إعادة الفريق إلى الواجهة محليا وقاريا، مع الاعتماد على عناصر جاهزة وقادرة على تقديم الإضافة الفورية، وليس مجرد أسماء لملء القائمة فقط. ثقة فنية ودور واضح جدا. أيمن الحرزي لم يقدم على هذه الخطوة عشوائيا، فقد حصل على ضمانات فنية من الإطار الفني تؤكد أنه سيكون عنصرا مهما في المنظومة الهجومية، مع دور يتناسب مع إمكانياته كلاعب جناح سريع يجيد الاختراق وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب. تاريخ النادي وجماهيره. لا يمكن الحديث عن النادي الإفريقي دون ذكر تاريخه العريق وجماهيره الاستثنائية. الحرزي عبر لمقربيه عن رغبته في اللعب تحت ضغط جماهيري كبير، لأن ذلك حسب رأيه يصنع اللاعبين الكبار. جمهور النادي الإفريقي معروف بشغفه ودعمه، لكنه في المقابل لا يرضى إلا بالعطاء، وهذا التحدي كان دافعا إضافيا للاعب. توقيت مثالي وخطوة ذكية. التحاق الحرزي بالإفريقي جاء في توقيت مثالي. الفريق في حاجة لتعزيزات هجومية، المنافسة مفتوحة على أكثر من جبهة، اللاعب في جاهزية بدنية وفنية جيدة. كل هذه العوامل جعلت الصفقة تبدو رابحة للطرفين. ما بعد ماذا بعد؟ خلال 24 ساعة الأخيرة أكدت المؤشرات أن إدارة النادي الإفريقي ماضية في استكمال الميركاتو بذكاء، مع التركيز على لاعبين قادرين على تقديم الإضافة السريعة دون المجازفة باستقرار المجموعة. فالسؤال: فهل يكون أيمن الحرزي قطعة أساسية في مشروع العودة؟ وسؤال آخر: وهل ينجح في كسب ثقة الجماهير سريعا؟ وسؤال آخر كذلك: وهل تكون هذه الصفقة بداية لسلسلة انتدابات أقوى؟ في الأيام القادمة إن شاء الله وحدها ستحمل الإجابة، لكن المؤكد أن النادي الإفريقي قال كلمته، والحرزي اختار التحدي الأصعب. إخواني الكرام، أعطوني رأيكم في التعليقات، وما تنسوش معكم واحد تعليق محفز، وما تنسوش تفعلوا الجرس. يلا، مع السلامة.